المرة دي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في السماء، وهي دايرة البروج أو الإكليبتيك، أو زي ما المنجمين أو اللي بيحبوا الأبراج بتاعي بيسموها الزودياك. هنتكلم عنها، هنشرح ليه مهمة، وهنشرح إيه دورها بالنسبة لنا كفلك وبالنسبة للمنجمين في الكتب بتاعهم. رقم واحد، لازم نعرف كلنا ان المجموعة الشمسية كاملة بتمشي في شكل مسطح. يعني ايه شكل مسطح؟ يعني زي الصينية كده، مفيش حاجة فوق مفيش حاجة تحت، الشمس في النص والكواكب كلها بشكل تقريبا يعني مسطح بتلف حواليها بشكل المسطح اللي زي ما انت شايفه عندك في الفيديو ده. فده بالنسبة لك انت على كوكب الارض. يعني خلينا برضو نستعين بعمو ايرون مان اللي يعني كان له دور قوي في الكورس معانا، انه لو انت واقف على الارض ده معناه ان في مكان معين. يعني مثلا الارض بتلف حوالين الشمس هناك مثلا كده، وحواليها النجوم والكواكب والقمر بيلف حواليه في نفس المستوى كله. فده معناه ان انت لو ايرون مان واقف هنا هتشوف القمر وهتشوف النجوم والكواكب وهتشوف الشمس بتتحرك طبعا ظاهريا في نفس المكان، مش مثلا فوق ولا تحت، ولكن في دايره معينه اللي هي ظاهريا اللي هي الخط اللي بتمشي فيه المجموعه الشمسيه، او المستوى اللي بتمشي فيه، شكرين يا باشا، المستوى اللي بتمشي فيه المجموعه الشمسيه كلها، ودي اسمها دائره البروج. النقطة المهمة في دائرة البروج انه مثلا طبعا احنا عارفين ان الارض بتلف حوالين الشمس، لكن بالنسبة لنا احنا بيبان كأن الشمس، لان احنا واقفين على الارض، بيبان كأن الشمس هي اللي بتلف حوالين الارض. وبما ان الشمس بتلف في نفس المستوى او الارض بتلف في نفس المستوى على طول، فبالنسبة للكرة السماوية الواسعة بقى في 12 كوكبة موجودين في الحتة دي. صدفة هم موجودين بالنسبة لنا واحنا بنبص من على الارض للشمس، هم موجودين ورا بقى الشمس في الحته دي. وبما ان الارض بتلف حوالين الشمس، فيبدو ان الشمس هي اللي بتتحرك في الكوكبات دي. ومن هنا ظهرت فكره اعياد الميلاد اللي لها علاقه بالابراج، الحمل، الثور وغيره. الحمل، ثور، مثلا قوس، عقرب، انت وحظك بقى. تمام. فدي الفكره الاصليه، ان هو القصه مش ان الشمس بتتحرك في الكوكبات دي، ولا ان يقول لك الشمس النهارده دخلت برج الثور. هي الشمس دخلت برج الثور حاجه، الشمس في مكانها تقريبا طبعا، والارض هي اللي بتلف، فالشمس تبان بالنسبه لها. يعني انا مثلا هنا الارض اهي، يبقى كأن مثلا زي ما انت شايف كده الارض بتلف ودي الشمس، يبقى الشمس المره دي هنا. لما الارض تبقى هنا مثلا او تبقى كده، يبقى الشمس المره دي هنا، بس ظاهريا زي ما الفيديو بيوضح ليك. النقطة رقم 2 أو النقطة رقم 3 بقى في موضوع دايرة البروج، إن برضو الكواكب بتتحرك في دايرة البروج، إن برضو القمر بيتحرك في دايرة البروج. يبقى ده معناه إن القمر مش هتشوفه مثلا في الشمال، ولا هتشوفه في الجنوب، ولا هتشوفه في أي حتة إلا في الخط بتاع دايرة البروج بيتحرك في السماء بالنسبة لك، أو الإكليبتيك. وهو نقطة مهمة جدا ومرسوم على طول في كل الخرائط الفلكية. جزء زيادة ليه علاقة بفكرة التنجيم، ان التنجيم بيتبنى على اساس نص كدبة. يعني ايه؟ يعني مثلا كوكب المشتري ليه شكل معين في الدوران حوالين الشمس، واحنا الارض بالنسبة له فيبقى بان لي طبعا هو قريب عن النجوم، احنا قلنا النجوم ما بتتحركش، لكن كوكب المشتري بيظهر كنجمة بالنسبة لنا بتلمع، بس بيتحرك في السماء، حركته بتبقى واضحه شويه عن حركه نجوم. ما ينفعش نلاحظ حركه نجوم عشان بعيده جدا. يعني مثلا لو كان زحل على بعد مليار متر، فنجمه زي سيرس 8 سنين ضوئيه، يعني موضوع مليارات المليارات من الاضعاف من المسافات دي. فيبدو مثلا ان المشتري او كوكب زحل ماشي بشكل ظاهري لينا، وان زحل ماشي في دائره البروج اللي فيها ال 12 كوكبه دول، اللي هم طبعا ثابتين كده كده في الخلفيه، ما كان الكواكب والشمس دي عباره عن ممثلين في مسرحيه، والنجوم بقى هي الديكور والخلفيه اللي ما بتتحركش ابدا، ثابته في مكانها. انما الناس دي قاعده تلعب مع بعضها، ودي تتحرك هنا وانت بتشوفه بالنسبه لايه؟ للخلفيه وخلاص. فيطلع مثلا منجم يقول لك لما كوكب زحل يخش برج التنين او برج الحمل مثلا، ايامك هتبقى سودة وليلتك هتبقى ما تعرفش ايه. فطبعا علميا المفترض ان حركه زحل ان كل سنه او كل مثلا سنتين ونص بالضبط يعني بيجي في كوكبه معينه، يقوم لك شوف زحل دخل في كوكب الحمل، البس بقى يا عم، تقوم انت تصدق ويتهيأ لك ان الموضوع صح وبتاع. لكن في حاجه اسمها ساينس وفي حاجه اسمها مش ساينس، فاحنا بتوع الساينس، لان الساينس هو اللي مهم. خلينا دايما مع الحقيقه ومع الساينس، صدقني هنكسب.